بدنا نحكي شوي أسوأ بشكل سريع، أو أكثر عمل أخفق اعتبرته السنة. أكثر أكتر عمل عمل أخفق. أخفق. شوف أنا توقعت الغاوي تبع مصر، شو اسمه البطل أحمد مكي، أوكي. توقعت يكون أحلى من هيك. لقيته عادي جدا، وما يعني ما كتير عم يغرين. لقيتها القصة كتير بسيطة، بلش حلو وفات بعدين بالروتين الرتابة. في عمل كمان مصري هلا بتذكر شو اسمه، صاير كتير. يا ريت لو عارف كنت حضرت لك اللي عم بحكي عنهم لانه حاطته النوت انا. في كمان هيك كتير اعمال بتخليك تكون انت عم تتابع وفجأة بتلاقي حالك مليت. انه قاعد عم تعيد وتعيد. أوكي. مش حقول نفس احد الاسوأ الاعمال، بس انه ما كتير كنت شايفه مهم لنفس. كان ممكن يكون القصة مكتوبة احلى. كيف شفت أداء دانييلا؟ يعني اليوم دانييلا رحمة عم تقدم شخصية فتاة ضريرة، وهيدي لوحدها دور. راقصة، وهيدي كمان لوحدها دور. فكيف بتلاقي هالكومبينيشن اللي عملتها السنة دانييلا رحمة؟ انه منيحة، بس حقول لك شغلة ما بدي حدا يزعل مني، انه ما كملت بعد الحلقة السادسة انا، او يمكن السابعة شفتها بس ما عاد كملت الباقي. قلت بعدين ببقى بشوف. وقفت يعني. ببقى بشوف بعدين. يعني ما أثار ما شهوتك هلقني لحتى ما تكفي هلقني بالوقت اللي في غير أعمال علقتها؟ في غير اعمال ببقى ناطر الحلقة. بلحظتها. طيب ممثل أخفق؟ هلا صدقي ما حبيت كتير انها عم تعيد صفصف شوي يعني. أوكي. مش عم تطلع من صفصف. هو الممثل أوقات بس ينجح بمحل مثل المغني بصير بده يعمل غنية بتشبه غنيته اللي نجحت قبل دغري معه. بس يعني بس رجعت ليك بالنص الثاني حتى اكون منصف. بالنص الثاني استدركت يبدو انه صارت شريرة اكتر. صار صفصف كانت مهضومة وكوميدية اكتر. بالنصف الثاني من المسلسل اتجهت على الشر اكتر، بطلت تعمل الحركات الضاحكة. في ممثلة ما بعرف شو اسمها بالجرح بسيد الناس، اخته اوفر بالاداء كتير اوفر. اعتبرتها انا من أسوأ الممثلات. بالوقت اللي احمد فهيم اللي هو خيو احمد فهمي ايه. اللي هو خاله خالد صالح عمل دور كتير حلو. كتير كل حلو. سنة بيعمل الادوار بتفاجئ. انا كتير بحبه. احمد زاهر عم يعيد حاله 100%، ما تغير، وهذا شيء خطأ مع انه ممثل كتير. هلا واعد انه الموسم اللي جاي رح يكون، ما هو قال مرة الماضية انه موسم الجاي رح اعمل، بس يبدو انه لزقت فيه الشخصيات نفس الحركات نفس الطريقة. ويا روح امك يعني اذا بتمنتج من كل المسلسلات تبعوله شريط ما فيك تعرف وين هون وين هون، كأنه نفس الدور بكل الاعمال. فهيدي الشغلة دمره للفنان. بعد ما تطلعوا لفوق بتنزلوا، يعني بتطلعوا بسرعة وبتوقعوا بسرعة، فبيتحطم فيها. في كمان بالمقابل ممثلات شباب وصبايا جداد كتير مهمين وأدائهم كتير حلو، عم يشتغلوا حلو بمصر. يعني اليوم ما مش حافظ لهم أسمائهم، بس عم طلع بالمسلسلات في شباب. يعني في ممثلة لعبت دور أخته لأحمد العوضي. اخت مرته للعوضي اللي بتعمل عليه مؤامرة. بنت هيك جديدة وأول مرة بشوفها، بس عم تمثل طريقة شريرة كتير حلوة كتير حلوة. وهيدي فهد البطل يعني